بصراحة كده من الآخر هو صنف يمشي لوحده ويمشي في عزومة، تعمليه مع رز أبيض أو رز بشعرية مع سلطة، ويعني يعتبر خضار ولحمة، ووجبة كاملة متكاملة وشيك جدا جدا في العزومات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وبأحسن حال. احنا النهارده معانا فيديو جديد، فيديو حلو قوي قوي. وفي فكرة كمان حلوة. هو ان احنا هنعمل بطاطس محشية، يعني لا بطاطس محشية، محشية. اولا ما بتاخدش لحمة كتير. ثانيا بتبقى يعني صنف كده مشبع. لو عملتي معاه اي حاجة تانية، معاه مثلا رز او حاجة مع سلطة، بتبقى وجبة كاملة متكاملة. يعني صنف خفيف قوي قوي قوي، وفي نفس الوقت حلو يعني، ويمشي يوم ويبقى يوم حلو كمان. فزي ما انتم شايفين انا جايبه بطاطس صغيره، يعني بحاول ان انا اجيب البطاطس كلها تبقى في ايه، في حجم واحد، تكون صغيره عشان اقورها وتنفع يعني تمسكيها كده بالمعلقه وتقطعي منها وكده. وبروح مقشرها، بروح اجيب الكميه اللي عندي، وزي ما قلت لكم هي ما بتاخدش لحمه كتير. يعني اقل كميه لحمه عندك هتكفي ان هي تتحشي. والحشو برضو اللي هو التقوير اللي بطلعه ده، اللي هي قلب البطاطساية، انا ما برموش، انا بحطه برضو في الصينيه. مع الصوص كده بيبقى غموس برضو، يحطيه كده على الرز بيبقى حلو قوي. يعني ما فيش حاجه بتترمي. فزي ما انتم شايفين انا البطاطس اللي قدامكم دي انا هقورها. هطلع يعني الحشو القلب اللي جوه البطاطسيه نفسه. اللحمه المفرومه دي طبعا انا مش هستهلك الكميه دي، لا انا هاخد جزء منها بس وجزء صغير كمان. هي كانت متفرزه عندي، عشان كده هتلاقوها ايه، انا طلعتها وسبتها تفك كده على الرخامه، وبعدين هبدا اشتغل بيها. يعني ما سخنتهاش ولا حاجه، او لسه عاملاها مثلا في نفس اليوم، لا. هو اليوم ده اصلا كان عندنا عزومه، وصنف البطاطس ده كان من ضمن العزومه، بس عشان الفيديو ما يبقاش طويل، فانا عملت البطاطس لوحدها، حتى لو حد عاوز ياخد فكرة يعني تبقى سهلة ان انت تشوفيه وتنفذيها بقى. فزي ما انتم شايفين انا هحشي بقى كمية البطاطس اللي عندي دي باللحمة المفرومة. وفوق ده كله ان اللحمة، يعني انت هتحشي كده البطاطسية كلها، كل التقويرة اللي انت مقوراها تحشيها، لان اللي دي لحمة مش هتزيد مثلا زي الرز او هتخرج بره او حاجة، لا وبالعكس انت بتحطيها، والحشوة دي ما بتخرجش خالص. اهو شوفوا بعد ما حشيت الكمية، زي ما قلت لكم هي ما بتاخدش اي كمية لحمة خالص، بتاخد كمية بسيطة، وفي نفس الوقت بقى بتدي طعم وريحة يعني من الاخر كده. بجيب صينية وبحطها على النار، وبروح رشة فيها رشة زيت، بس بحاول ان انا ادهن الصينية كلها، لان البطاطس دي احنا هنديها صدمة من جميع الجنوب يعني. علشان ما تتهريش مننا لما ينزل عليها صوص الصلصة اللي هي بتاعة الطماطم. التشويحة دي حلوة، انا بفضل الطريقة دي احسن من اني اقلي البطاطس وبعدين احشيها. في ناس بتحب تقلي البطاطس وبعدين تحشيها بعد ما بتقليها، يعني تديها لون كده، تصفرها وتخليها لونها دامي. لا انا ما بحبش كده، انا بحب الطريقة دي وجربتها قبل كده ونجحت معايا وجميلة. وفي نفس الوقت برضو ما بتستهلكش زيت. انا بقول لكم ان هي بدأت تاخد لون هين. انا بقلب بالمعلقة، لكن بعد شوية هبدأ ادحرج الايه الصينية، يعني هذه الصينية كده وادحرج البطاطس. هقلب بقى كل الكمية، يعني هحاول بقى ان كل بطاطساية تاخد صدمة كده من جميع الجنوب، ان هي يعني ما تتهريش معايا، وهي اصلا مش هتتهري خالص، حتى لو في حتة ما اتحمرتش ما بتتهريش ولا حاجة. بعد ما بتاخد بقى بديها لون كده تصفر من جميع الجنوب، دي معلقة توم مهروسة اول هروح نازلة افضي كده مكان في الصينية، واروح نازلة بيها، اشوح كده التومية بقلبها لحد ما تتشوح وتبدأ ريحتها تطلع بقى. ودي برضو الطريقة دي ان انا بحط التوم بالشكل ده افضل بكتير من انا في حلة تانية اروح عاملة التومة واروح عاملة الصلصة واجهزها واروح نازلة بها على البطاطس. والله ده كله يعني احنا طبعا الغلا اللي احنا فيه وكل ده احنا بنحاول ان احنا نوفر على قد ما نقدر، وفي نفس الوقت برضو الحاجة تطلع حلوة. انا عندي صلصة طماطم جاهزة. هبدأ لا مش جاهزة يعني جايباها معلبة، لا هي انا عاملاها عندي يعني، بس كنت مطلعاها من الفريزر فسخنتها. فهبدأ بقى انزل بكمية مناسبة للصينية اللي عندي. لان اصلا مانيش عايزة البطاطس تبقى غرقانة في الصلصة، لا هي البطاطس هتستوي فيها بس، لكن في الاخر البطاطسية هتبقى ناشفة كده وجميلة. ده التقوير اللي انا طلعته اهو، زي ما انتم شايفين انا بنزله تاني بحطه كده في الصينية من تحت، وهيستوي برضو مع الصلصة ومع صينية البطاطس. ودخلتها الفرن وطلعت معانا ايه ما شاء الله، طعم وريحة قلب البيت.
مع حبة رز بالشعرية مع طبق سلطة، وصوما مقبولا وإفطارا شهيا إن شاء الله. أشوفكم بفيديو جديد.